السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. لو اول مرة تشوفوني حطوا لايك واشتركوا في القناة يا احلى عيلة بحبها. انتوا عارفين يا حبايبي ايه الفول بتاع البصارة اللي قلت لكم المرة اللي فاتت ان انا هنعمل بصارة؟ جوزي كان جايبالي طبعا وما عملتهاش، وانا بعمل البطاطا اهوت، وقلت هصورها لكم طبعا وانا بعملها. ده طبعا اقل من نص كيلو، شلت منه شوية. طبعا نقيت منه كل المكسر، ما لقيتش حاجه فيه الا كام واحده. نقيتهم كده لقيتهم مكسرين، وهو الصراحه نضيف وزي الفل. لازم ننقيه قبل ما نعمله عشان ساعات بيبقى فيها سوسه فيها حاجه، فلازم ما نجيبش على طول من الميه على طول على الميه. لازم ننقيه ونشوف فيه طبايه فيه حاجه، لازم تنقيه الاول. انا طبعا بقول كده للبنات اللي لسه مبتدئه للاكل. والبصاره دي في ناس ما بتعرفش تعملها اصلا، يعني مش على طول. طبعا حطيتها اهوت على الميه يا حبايبي، حطيت ميه وغسلتها غسيل حلو، وجبت بصلايه زي ما انتوا شايفين هخرطها طبعا، يعني عادي عشوائي، لان ده كله في الاول وفي الاخر يا حبايبي بيتقطع بيتضرب في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. اهوت هقطع البصلايه وهحط طبعا معايا خضره ومعايا قرن فلفل. كل ده يا حبايبي هننزله مع البصلايه. الخضره طبعا كزبره، يعني دي كزبره معايا، قرن فلفل برضو حطيته نصين عادي برضو، والخضره برضو عشوائي عادي، فلان كل دوت لما بتتغلي كل ده بيستوي في بعضه، وبتضربيها في الخلاط ما بيجرالهاش حاجه ولا كل ده بيبان اصلا. اهو يا حبايبي هجيب بقى معايا شويه كمون شويه ملح. الايه هو الكمون والملح مستحب فيها، او شويه فلفل اسمر. اكتر من كده ما تحطيش، لان هي البصاره اصلا حبيبها الكمون وحبه الملح. وشكرا للتحيه. ونقلبها يا حبايبي ونغطيها زي ما انتوا شايفين اهو. هتسيبها بقى تستوي كده وغطيها، بس اوعي تلزق منك، خلي عينك عليها. ويا حبايبي بعد ما استوت اهيت سبتها بردت شوية، وهجيبها في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده اهوت، وهضربها. هضربها في الخلاط، مش هضرب البتاع، لان في ناس تقولك هتضربيها. اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين، وحشتوني جدا جدا يا حبايبي من الفيديو اللي فات. معلش يا حبايبي لو كنت بتأخر باليومين وبالتلاتة وبالاربعة على الفيديوهات، والله بيبقى عندي عذر، عشان كده ما بعرفش انزل. معايا معلقة سمنة، في ناس بتحبها بزيت، اعملي عايزة اي سمنة بتحطيها اعملي بيها يا حبايبي. انا بحب التومة كده كبيرة، معلقة سمنة حلوة كده معتبرة، ما تستخسريش، كل ما بتدي الحاجة حقها بتطلع جميلة وحلوة زي ما انت شايفه كده اهو يا حبايبي. معلقه السمنه وتقلبيها كويس. ما تاخدوش في بالكم في الناحيه التانية دي. ابني كان جايب طبق رز بالجمبري، فبيقول لي خدي فكهولي، كنت بفكهوله، وخدي يا ماما دوقي منه. طبعا جابه من بره مش انا اللي عاملاه. انتوا عارفين الولاد بيحبوا قوي اكل الشارع وبيحبوا حاجه. يا ولاد عندنا الاكل اهوت، لا مصممين برضو ان هما سبحان الله اكل بره برضو بيبقى ليه طعم كده، يعني محلله ربنا عشان الناس برضو تسترزق. يعني كل محلات الاكل، اللي فتح اكل، اللي فتح مطعم، اللي فتح ده، اللي فتح ده، ما كانش ربنا في طعم كده بقنا يبقى طعمه حلو، هنسترزق منين؟ ولا ده هياكل منين؟ ولا ده هيشرب منين؟ فسبحان الله ربنا يرزق عبيده يا رب، واحنا من ضمن يا حبايبي. كل واحد بياخد طبعا رزقه، كل واحد بياخد نصيبه من الحتة. ولو ليكي اكل عيش وكاتبلك في يعني ربنا اللي ليكي اكل عيش على البني ادم ده هتاكليه، لو ليكي في المكان ده هتاكليه، لو ليكي في المحل ده هتاكليه. سبحان الله كله بإرادة ربنا. زي ما احنا بنشتغل كده، ولو لينا نصيب ان احنا هناكل من القنوات او هناكل من اي حته رزق، يعني هناكل منها عيش ربنا كاتبه لنا هناكل، ادينا بنعمل والباقي على ربنا يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين خلاص هصفر بس التومه، مش هسيبها يعني حمرا، دوبك بس تصفير كده، وهنزل عليها طبعا بالبصاره اللي انا ضربتها في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده اهو.
هي طبعا زي ما انتوا شايفين هي بتتخن. يعني انا بدل ما مثلا ايه، حطيتها في الشفشق كده بتاع الخلاط وضربتها زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، وكانت جميلة جدا جدا. طبعا الاكلة دي ناقص لها ايه يا حبايبي؟ ناقص لها طبق بتنجال بالدقة والعدس او البصارة. احلى فيها طبق البتنجال بالدقة. ايه اللي حطيتيه بقى ده يا ام عمرو؟ دي ملوخية ولا نعناع؟ احنا بقى كصعايدة يا حبايبي عندنا بنحب ايه التطشية الاخيرة دي، معلقة الملوخية الاخيرة دي احنا بنحبها. ففي ناس كتيرة قوي ما بتحبهاش بالملوخية، فطبعا ده الاختيار فيك. وانا حطيت تاني شوية ايه كمون. فهي سهلة جدا جدا، وبتبقى أكلة شعبية وجميلة وكلنا بنحبها. تبقى جميلة جدا كده اهو. وفي طبعا بتعملي لها يا حبايبي كده في الاطباق بصل، بس انا بصراحة ربنا انا كنت عندي مشوار فاستعجلت ولا عملت بصل. وكان لسه حوالي، كانت لسه كمان العيال لسه ما جوش من المدرسة، كنت وديت العيال المدرسة وهي كانت عندي من بالليل. فقلت لا لحسن انام، بدل ما انام اقوم اعمل الغدا للولاد وهسيبه وهعمل الشقة روقها. ففعلا ده اللي حصل فعملته زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. معانا يا حبايبي الطاسة بقى، وهنعمل احلى طبق بتنجال زي ما انتوا شايفين كده اهو. وزي ما انا قلتلكوا الايه البتنجال والبصارة والعدس كل ده اكلة جميلة. لسه بقى الايام الجايه بقى يا ولاد بقى هيبقوا ايه الشتاء بقى والرعد والنطر. لو اني ما بحبش الشتاء، والله والله انا ما بحبش الشتاء. انا عندي ابني، استني احكي لكم حكايه ابني دي يا جماعه قبل ما البتنجال كده يتحمر. عندي ابني الصغير لو شاف الرعد والنطره اضمنوا ان هو ما اقولكوش بيبقى عامل ازاي. يقعد يعيط ويخاف، المدرسه دي بيحبش يروحها بسبب الرعد، بيخاف قوي من الرعد. لو لقى الرعد يستخبى تحت البطانيه ويقعد يعيط ويشغل في قرآن في التليفون ويحطه تحت البطانيه ويقعد يعيط لو شاف الرعد والبرق من مصغره. والله يا جماعه مش عارفه اعمل له ايه. لدرجة مرة الميس كان في نطرة، النطرة اللي فاتت دي كانت عندنا رعد ببرق. اليوم ده كان عنده درس انا ما وديتهوش. فقالت لي طب مين عندكم كده في العيلة عنده؟ قلت لها لا والله ده هو وحده كده من مصغره معذبنا في الرعد ده. لدرجة قلبه ده بيقعد يدق جامد، ببقى خايفة عليه لا تحصل له حاجة. اول مرة يعني اجيب عندي دوت بالذات الصغير ده اللي بيخاف جدا، بيخاف جدا من النطرة والرعد. مش عارفة في ايه والله يا جماعة فعلا. ما ربنا يسترها علينا يا رب وعلى اطفالنا. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي معايا معلقة توم، معايا طماطمية كده صغيرة هقطعها تخريط صغير خالص اهو. زي ما انتوا شايفين انا حطيت طبعا البتنجان على عين، وحطيت البصارة على عين عشان تاخد غلوة كده بالملوخية. ومعايا كده ايه يا حبايبي هنحط القطاية وهنسكت طبعا لا. هنجيب ايه معلقة توم هريسة كده حلوة، هنحطها اهي زي ما انتوا شايفين عليها. وهنحط بقى ايه زي ما انتوا عارفين الخل والليمون والملح والكمون، كل ده يا حبايبي حبة خل اهو حطينا. معايا شوية ملح اهو. طبعا انتي بتعرفي المعيار بتاعك في كل حاجة، في اكلك في شربك. حطيت شعرة فلفل اسود بس صغيرة، مش عايزة خلاص. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السلام. وشوية كمون وهنقلب كل ده في بعضه. طبعا البتنجان مستحب اول ما يطلع على طول عشان يشرب من الحياء زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. لازم على طول يطلع من الطاسة تحيقيه على طول. هو وسخن بيبقى الحياء بتاعه ايه حلو، بياخد كده من بعضه، وبتبقى البتنجالية شاربة طبعا من الثوم والحياء، بتبقى طعمها حلو حتى لو باتت تاني يوم بتبقى طعمها حلو وحقيقة وبتبقى جميلة. اه يا حبايبي هقلبه. كان عندي حبة كزبرة بقى في الكيس، رحت ايه هسيبهم؟ لا طبعا مش هسيبهم. رحت جايباهم وحطاهم، قلت لا خساره انا مش هربيكوا حبه صغيرين كده، ورحت حطاهم. هنقلب البتنجان اهو زي ما انتوا شايفين الاستوى اللي تحت هنقلبه اهو
كل ده بقى ايه هحطها على وشها وعلى جنبها، وهقلبها تحمر كده، هي بتبقى لونها حلو كده اهو، عشان تبقى طريه ما تبقاش ناشفه، ما تنشفوش قوي. اهو هطلعه اهوت وهنحيقه احلى تحييق، هناكل احلى طبق بتنجان بقى بالبصاره. الف هنا وشفا يا حبايبي، وتفضلوا معانا يا حبايبي احلى اكلة بصاره، احلى اكلة بصاره بالبتنجان. لوزي انت مات اهو زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. كتكوتة، كتكوتة دي بنت اخويا، هي كل ما بسجل الفيديو تقعد كده على دماغي. يا كتكوتة ايه يا امي. اهو يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين اهو، كان معايا حبة كزبرة بس بتديها طعم بصراحة ربنا الخضرة. وانتوا عارفين يا جماعة البتنجان الرومي، الرومي كده لما بتخرطيه خرز صغننه كده وتحطي بقى معاه خلطه اللي احنا عاملينها ديت بالكزبره، والله يا جماعه بتبقى جميله واحلى من البتنجان ده كمان. بتبقى فعلا جربتها كذا مره وكانت جميله، تاكلي ما تشبعيش من حلاوتها وجمالها والله العظيم. وانتوا عارفين يا جماعه انا ما بحلفش الا لما بكون واثقه من الحاجه وعاملاها، وبتبقى طعمها جميل جدا. زهقنا بقى ايه من الطبيخ والاكل والكلام ده كله، والله دي احلى اكله وبتاكلي وبتشبعي، والحمد لله كل نعمه ربنا جميله. والله لو هتجيبي شويه ملح بكمون وقطيه كده جنبهم ولا اي حاجه هيبقوا طعمهم زي العسل، طول ما انتي راضيه بعيشتك وحمد ربنا، وطول ما انتي راضيه بقضاء ربنا عليكي، حتى لو هتاكلي عيش حاف الواحد بيقول الحمد لله. يعني كل حاجه سبحان الله. يعني ممكن تجيلك، يعني في ناس بتاكل الكباب واللحمه والبتاع ممكن يكون يا سبحانك يا رب معاها القرش وطعمها مش حلو في بقها، بتقولك انا مش مستطعماه انا مش عارفه ايه، وسبحان الله وكوني ممكن تاكليها بملح وعيش حاف كده هو او قطايه وتقولي جايالي زي السكر طعمها جميل، يا سبحان الله. والله يا جماعه ولا بالغنى ولا بالبتاع، والله الغنى غنى النفس. طول ما انتي نفسك مرضيه على حياتك وعلى عيشتك وعلى بيتك وعلى اولادك وعلى جوزك، ربنا بيقف معاكي والله والله، وبتحمدي ربنا. في مفيش احمدي ربنا، كلتي ما كلتيش احمدي ربنا سبحان الله. زي ما كلتي ملح زي اكنك كلتي برضو لحمه وفراخ واللي انت عايزاه. والله يا جماعه كلها لقمه، كلها لقمه، ونحمد ربنا عليها. ومفيش حد بيبات من غير عشاء. الحمد لله على صحتنا وعلى نعمتنا، اهم حاجة والله العظيم مش الاكل والشرب. مادام البني ادم صحته فيه يقول الحمد لله. انا خدت ايام كام شهر خدتهم وتعبت فيهم، يعني الحمد لله على نعم ربنا، الحمد لله. والله يا ربي الواحد يمكن بصي مش عايز ياكل ولا يشرب بس يقول الحمد لله على نعمك، على صحتك، على جميع كل حاجة. وزي ما انتوا شايفين يا حبايبي معانا حلة عيد بصارة ومعانا البتنجان. طبعا لسه العيال ما غرفتش عشان لسه العيال ما جوش. ولا يا حبايبي نصلي على النبي ونقول سلام سلام يا حبايبي.